اوه كلشي كيعجبنا ناكلو العسل، ولكن اليوم غنهضروا على واحد الموضوع وواحد الفيديو، واحد الفئه من الناس اللي كيتسماو صيادو العسل البري. كما سمعتوا داك الشاب الوسيم قال لكم صائدو العسل البري، وهاد الناس كاينين بزاف في اندونيسيا، خصوصا في الغابات والجزر بحال سومباوا ورياو. هادشي اللي كيوقع فعلا ماشي ضحك وماشي اي كيطلعوا لاشجار كبار بزاف اكثر من 30 متر بلا معدات ابدا. تخيل معايا كيطلعوا اشجار في جبال بعلو اكثر من 30 متر، حفيانين غير بموس بميكا اولا شي سطل يدوروا فيه العسل اللي غادي يحيي. كيتسلقوا الاشجار العاليه في الجبال، وطبعا كيقطعوا الشمع اي الخليه ويجمعوا العسل مباشره. كياخذوا معاهم سطل دلو اولا كياخذوا معاهم ميكا باش انهم يخبوا فيها داك الشمع اللي كيقطعوه وكياخذوه. وهذا التقليد قديم بزاف كيتوارثوه من جدودهم، وكيكون حتى فيه طقوس وكلام بحال الادعيه كتعرفوا باش يحميوا راسهم من النحل. ما تنساوش تكتبوا لي في التعليقات واش تقدروا انكم تخدموا هذه الخدمه.